بمرور الوقت يزداد وجه الفريق أول عبد الفتاح السيسي سوادا، حيث تتسع حجم دائرة رفض الانقلاب العسكري وتزداد نسبة المعارضين له. آخر فضائح السيسي تجلت في تكذيبه من كل من استشهد بأقوالهم في خطابه الأخير، فقد نشر حاتم بن الشيخ أبي إسحاق الحويني توضيحا حول ما ورد على لسان السيسي من حوار جرى مع الشيخ الحويني، مكذبا أن يكون الشيخ قد وافق السيسي رأيه بشأن امتناع الإسلاميين عن تقديم مرشح للرئاسة. وأكد حاتم الحويني أن ذكر اسم والده في الخطاب ما هو إلا محاولة يائسة من السيسي لاستقطاب شباب التيار الإسلامي والزج بسمعته في آتون الانقلاب العسكري الخائن. هنا انتهى كلام حاتم الحويني. يأتي بعد هذا قيام الدكتور سليم العوة المرشح الرئاسي السابق بتكذيب السيسي في وقت لاحق بشأن ما أورده في خطابه من قيام العوة بوساطة مع الرئيس مرسي للخروج من الأزمة. وأكد العوة أنه لم يقم بأي وساطة بين الدكتور محمد مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسي. من ناحية ثالثة قام الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بتكذيب السيسي بعدما ذكره في حديثه كشاهد على سعيه لحل الأزمة، ونفى ما راه السيسي عن أن الرئيس محمد مرسي رفض إجراء استفتاء، مضيفا أن ذلك كان بشرط وجود المؤسسات الدستورية، أي بعد إجراء انتخابات برلمانية ثم تشكيل حكومة من أحزاب الأغلبية. أما الدكتور هشام قنديل فقد خرج عن صمته ولأول مرة منذ الانقلاب العسكري، ونفى ما زعمه السيسي من أن بيانات الجيش كانت بعلم الرئيس مرسي. كما أكد قنديل أن الرئيس وافق على إجراء استفتاء على بقائه، ولكن بعد انتخابات البرلمان لتجنب حدوث فراغ دستوري، إلا أن السيسي أصر على إجراء الاستفتاء في موعد أقصاه منتصف يوليو، وجاء منتصف يوليو ومر، وما زال السيسي يدور في دوامة الانقلاب التي أدخل مصر فيها، ولا يستطيع حل المعضلة التي افتعلها إلى الآن. ترى هل يظل السيسي في كذبه طويلا، أم أنه أمام شعب يحب من يكذب عليه؟ سؤال سيجاوبنا عليه التاريخ قريبا.